عمري ما كنت بصدق في الحكاوي دي. الهايكندا؟ يعني ايه اصلا هايكندا؟ طول عمري بسمع الاسم ده وانا معدي على طريق الملاحة في اسكندرية، وعارف انها كانت زمان مصيدة للطيور المهاجرة. بس اللي ما كنتش اعرفه ان المصيدة دي لسه شغالة. الحكاية دي حقيقية وحصلت معايا انا شخصيا، ومن يومها وانا حياتي اتشقلبت وما بقتش انام غير والنور مولع. الحكاية بدأت ليلة التلات اللي فات. كنت راجع من شغل متأخر، الساعة دخلت في 2 بعد نص الليل. الجو كان غريب قوي، شبورة تقيلة مغطية الطريق لدرجة إن كشافات العربية ما كانتش جايبة مترين قدام. أنا سواق قديم وحافظ طريق الملاحة ده شبر شبر، بس الليلة دي الطريق كان كأنه بيتمط، كأني ماشي في ساقية ما بتخلصش. الهوا كان ليه صوت صفير غريب، كأني في حد بيوشوش في ودني بكلام مش مفهوم. فجأة لمحت حاجة من بعيد، خيال أسود واقف في نص الطريق. دست فرامل وأنا قلبي بدأ يدق دقات سريعة كأنها طبول حرب. الخيال كان طويل، طويل قوي، أطول من أي بني آدم طبيعي. كان واقف وظهره ليا، لابس حاجة سودة تقيلة كأنها عباية. بس الغريبة إنها ما كانتش بتتحرك مع الهوا الشديد اللي كان بره. وقفت العربية على بعد 10 متر منه، وخليت الكشافات تضرب عليه مباشرة عشان أشوف ده مين، يمكن حد محتاج مساعدة. أول ما النور ضرب فيه الخيال اختفى. فركت عيني وقلت لنفسي أكيد ده تعب الشغل، أنا بقالي يومين ما نمتش كويس والشبورة بتعمل خيالات. كملت سواقة وأنا بحاول أهدي نفسي، وبدأت أشغل الراديو عشان أكسر السكوت المرعب ده. بس بعد دقيقتين بالظبط شفته تاني، نفس الخيال، نفس الطول، بس المرة دي لمحت إيده. كانت صوابعها طويلة بشكل مرعب وواصلة لحد ركبته. المرة دي موقفتش، قلت في بالي أكيد ده مش إنسان، أصل مفيش إنسان طبيعي يقف في نص الطريق في الوقت والجو ده. دست بنزين وزودت السرعة، وقبل ما العربية تلمسه اختفى. بس المرة دي سمعت صوت خبطة تقيلة على سقف العربية، كأن حد نط فوقها. العربية اتهزت هزة جامدة، ولقيت الطارة بتلف لوحدها ناحية الملاحة، كأن في إيد خفية ماسكة الطارة وبتسوق مكاني. جسمي أشعر وبدأت أعرق رغم برد الشتاء اللي كان بينخر في العظم. بصيت في المراية اللي فوق وما كنتش مصدق اللي شايفه. في المراية كان في إيد سودة، صوابعها طويلة ومرفوعة، بتتحرك ببطء شديد على الإزاز الوراني من بره، كأنها بتدور على فتحة تدخل منها. الإيد كانت باينة بوضوح في المراية، والضوافر كانت بتخربش في الإزاز بصوت يخلي سنان الواحد توجعه. بدأت أقرأ قرآن وأنا صوتي بيترعش، والعربية بدأت تتهز يمين وشمال كأن في ريح قوية بتزقها. فجأة الراديو اشتغل لوحده على سرير حاد بيخرم الودن، وفي وسط السرير ده سمعت صوت همس. المصيدة ما بتسيبش حد، انت دخلت الهايكندا برجلك يا صياد. لقيت نفسي فجأة قدام منطقة المصايد القديمة، الحتة المهجورة اللي بيسموها الهايكندا. العربية وقفت لوحدها، الموتور فصل والأنوار طفت، والشبورة بقت سودة وتقيلة. ما كنتش شايف حتى إيدي قدام عيني. السكوت اللي ساد كان أخطر من السرير. وفجأة سمعت صوت باب العربية بيتفتح ببطء شديد. الهواء الساقع دخل العربية ومعاه ريحة وحشة. غمضت عينيا وقلت يا رب استر، يا رب عديني منها على خير. حسيت ببرودة قعدت جنبي في الكرسي الفاضي.
فتحت عينيا وشفته. كان قاعد جنبي فعلا، الشبح الأسود. ما كانش ليه وش، مجرد سواد عميق وفراغ، كأنك بتبص في ثقب أسود ملوش نهاية. ما كانش ليه عينين، بس كنت حاسس بنظراته بتخترق روحي. مد إيده الطويلة لمس كتفي، لمسته كانت كأنها كهرباء بتمشي في عظمي، وبرودة خلت الدم يتجمد في عروقي. قال لي بصوت فيه بحة غريبة: انتوا اللي جيتوا هنا، انتوا اللي بنيتوا بيوتكم وطرقكم فوق أراضينا. هايكندا ما بتنساش اللي صادتهم، وانت النهاردة بقيت جزء من المجموعة. حسيت إن روحي بتتسحب مني، وإن العربية بدأت تغرق في الطينة رغم إننا كنا على الأسفلت. بدأت أصرخ بكل قوتي، بس ما كانش فيه صوت بيطلع، كأن الهواء اتشفط من المكان. وفجأة النور رجع بقوة لدرجة إني اتعميت لحظات، والموتور اشتغل بصوت عالي، ولقيت نفسي واقف في نص الطريق، والشبورة اختفت تماماً كأنها ما كانتش موجودة. بصيت جنبي، ما لقيتش حد، والباب كان مقفول. سقت بأقصى سرعة عندي وما وقفتش غير قدام باب بيتي. بس لما طلعت وخلعت الجاكيت عشان أحاول أنام، لقيت الصدمة الكبيرة. لقيت علامة إيد على كتفي، والجلد كان متقشر كأن فيه نار لمسته. لحد النهاردة العلامة لسه موجودة، وكل يوم 3 الساعة 2 بالليل بسمع نفس السرير في ودني، وبحس بحد واقف ورا باب الأوضة. لو عديت في يوم على طريق الملاحة بليل وشفت خيال أسود طويل واقف بعيد، نصيحة مني: كمل الطريق وما تبصش في المراية، ودوس بنزين على قد ما تقدر، عشان لو الهيكندا حطت عينها عليك مفيش قوة في الأرض هتقدر تفكك من إيدها. الهيكندا لسه بتصطاد، والدور الجاي يمكن يكون عليك. وبس كده، دي كانت حكاية طريق الملاحة. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم القصة اعملوا لايك واشتركوا في القناة، وما تنسوش تشاركوا القصة مع أصحابكم. سيبوا رأيكم واقتراحاتكم في الكومنتات، وكمان تابعوني على فيسبوك من اللينك في الوصف. هناك بنزل قصص وروايات تقيلة ومشوقة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.